عصفور جوه القفص. كانوا بيقولوا عليك مش عادي، قالوا انك اجمد من ربنا، وان الدولة دي ملك ابوك، مع ان فلوسك من حقنا يا ابن الحاجب. عليت عينك، بس الشعب ده غضبه غبي. ادي الشعب كسر مناخيرك وبقت تصرخ زي الحرمة خلاص والنبي. بس الرحمة دي ما تبصش عليك، يا مخليني في وش الناس بلطجي. قال 6 شهور عايز تحكمهم، 6 شهور ايه يا ابن الترللالي؟ ده في عهدك انا بعت هدومي وسكنت في زنزانة جابر علشان قلت على الظلم كفاية، والظلم ده كان لعبتك ولا كأنك بتتاجر. عارف ليه سقت فيها؟ علشان عمرك ما شفت سائر. جاي اليوم تطلب نسامحك؟ لا مش هنسامحك يا فاجر. دي فرحة عيني لما لقيتك جوه في قفصك وبتدارى مننا. الدارة كمان، الدارة كمان يا مخرب بيتنا، ولسه ياما هتقابل مننا، ولسه ياما هتقابل مننا. وابنك بقى تقي وبقى ورع، بقى بيشيل قرآن ربنا. ابنك بقى تقي بقى ورع. طب من امتى كان يعرف ربنا؟ سبحان الهادي الرحمن. ابنك عايز يصعب على السجان ده بعينه، والله لا هيقابل لسه كمان. من الاخر كده قصر كلامي، يا ابن التيت يا حرامي. زي ما كان فرعون عبرة لغيره، هتكون زيه عظة الأجيال بعدنا. القفص يا حبيبي واربع حيطان، لكل واحد فكر وبيفكر يذلنا. يا عصفور جوه القفص حيران، اتفخس على اللي خلاك تحكم مصرنا.